مننا جرب دايت قبل كده والنتيجة الميزان بينزل بس وش باهت، ترهلات، مفيش طاقة ومش قادرة تكملي. وده بيحصل لأن أغلب الدايتس بتخسرك عضل مش دهون بس، وبتعمل نقص في الفيتامينات وبتلعب في هرمونات جسمك. علشان كده خلينا نتكلم عن نظام مختلف شوية، الصيام المتقطع، بس بشكل عملي مش نظري. النهاردة هننقل الصيام المتقطع من مجرد موضة لخطوات عملية ترجع لك شباب. الهرمون ده هو إكسير الشباب اللي بيحافظ على العضلات، بيشد الجلد وبيحرق الدهون. والأجمل من ده كله واللي بيحصل في الصيام عملية الأوتوفاجي أو الالتهام الذاتي. جسمك بيبدأ ينظف نفسه من الخلايا العجوزة والبروتينات البايظة اللي مسببة ليكي بهتان الوش ومشاكل كتير. نعمل إيه بالظبط؟ أولا، بعد رمضان إحنا أصلا متعودين ناكل وجبتين وده كنز لازم نكمل عليه. بالنسبة للرجالة هنصوم 16 ساعة، أما الستات 14 ساعة كفاية جدا، مش أكتر من كده عشان ما نلخبطش الهرمونات. يبقى هناكل وجبتين بس من غير سناك خالص في النص، لأن السناك بيرفع الأنسولين وبالتالي هيوقف حرق الدهون. ثانيا، كل وجبة. طيب مين ما ينفعش يعمل صيام متقطع؟